اهلا ومرحبا بيكم. معكم رمضان محمد ودي صفحتي. اتمنى دعم اخواتي الاهلاويه بلايك للفيديو ويكونوا متابعين للصفحه بتاعتي باذن الله تعالى. في البدايه كده يا عزيزي، الكابتن رضا عبد العال اللي كلنا عارفين تصريحاته الغريبه العجيبه، اللي طلع دايما بيقول لك ان مستغرب جدا من هجوم جماهير نادي الزمالك على النادي الاهلي وعلى موضوع امام عاشور، وشايف ان النادي الاهلي اتصرف صح. مع ان ده تصريح ما بيطلعش دايما من رضا عبد العال، ولكن طلع المره دي. طلع بيقول لك ان الاهلي اتصرف صح في موضوع امام عاشور ونزل عقوبه على اللاعب، وعقوبه كبيره جدا، والنادي الاهلي كده نفذ قيم والمبادئ بتاعته دايما اللي متعودين عليها. لكن في الناحيه الثانيه نادي الزمالك ما عملش اي حاجه في موضوع شلبي اللي طبعا حصل في مباراه الزمالك الاخيره في الكونفدراليه. وشايف ان مصطفى شلبي من الاخر كده الموضوع عدى تعديه الكرام، عشان يطلع لنا النهارده كده اخبار تقول لك ان الزمالك هيعاقب شلبي بس في السر. ايوه، هنعاقبه في السر عشان ما حدش يعرف يا جماعه، وعشان ما نقولش حد احنا عاقبناه بكام. لما قبل كده عملوا مشكله كبيره في الامارات، طلع في الاخر علينا واحد كده وقال لك